السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في سلسلة شخشوخة البسكرية، وقلت لكم المرة اللي فاتت ولا في الفيديو السابق باللي شخشوخة البسكرية المسمى المركب الناعمة كل واحد كيف يسميها يعني الماركة تاعها تختلف من منطقة لمنطقة، وهنا في بسكرة راهي عندنا أنواع مختلفة للماركة تاع الشخشوخة، كل واحد كيف يديرها، وعندنا كل نوع يعني نوع ويتقسم. مثلا شخشوخة ونديروها بقداش طريقة. اليوم جبت لكم وصفة اللي هي تشيشة مرمز حرة، يعني بسكرية حرة بدون أي تحريف وبدون أي إضافات. والحاجة اللي راح نضيفها يعني زايدة من عندي أنا، راح نقول لكم باللي هذه الحاجة هذه ما نديروهاش فيها، وأنا اللي زدتها من عندي. المهم نبداو مع بعض على بركة الله ونشوفوا طبق اليوم اللي هو تشيشة مرمز. وما تنساوش قبل ما تبداو الفيديو صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحطوا لايك للفيديو. اللايك مهم بزاف بزاف باش يرتفع الفيديو، ونبداو مع بعض على بركة الله. المهم عندنا الدقيق، هنا عندنا سميد. هاد الكميه هذه تكفي لي تقريبا 5 ولا 6 اشخاص. عندنا 2 علب تاع مارغرين معمرين كد، وعندنا المغرف هذه يعني المتوسطه مش صغيره بزاف تاع ملح، تكون ممسوحه ماهيش بومبي بزاف وماهيش ممسوحه بزاف، يعني عمريها وحركيها شويه هكا وديريها باش ما تجيكش مالحه. ونزيد نعاود نكرر باللي الملح حسب رغبه يعني الشخص، يعني كاين اللي ياكل مسوس وكاين اللي ياكل مالح. ندير لها شويه تاع ماء، نلموا هذاك السميد هذاك كامل وما تكثريش بزاف الماء. ديري كيس بلاستيكي وخليها هنا، ما تحتاجيش عجانه، تقعد تقريبا نص ساعه تعجن روحها. بالنسبه للمرمز راح نحكيو عليه اللي هو اهم حاجه في المكون هذا. المرمز هذا هو مخدوم من شعير، نجيبو شعير هو خضر، نفوروه ومن بعد كيفور نديرو شويه ملح نفوروه نخبطوه ومن بعد ندوه نخلوه ينشف ونرحوه. هنا كاين المرمز انواع، كاين النوع هذا اللي هو جاي في الاخضر ما يطلقش الرطوبيه وما يطلقش هذاك السفا، هذاك حنا نقولوا سفا يعني القشره هذيك تاع المرمز، يعني مليح ونوعيه مليحه. جاي الاخضر تاعو في البني، وكاين هذاك النوع اللي شتو جاي صفر ويطلق السفا وفيه تق، يعني هذا النوع هذا راهو ماهوش مليح نهائيا، جاي بيض ولا صفر ومخلط فيه الشعير، يعني ماهوش مرمز حر. اما هذا راهو مرمز حر ويعني مخدوم في الدار، وشوفوا ما يطلقش خلاص ونظيف ومصفي 100%. بالنسبه للكيله اللي راح نعطيها لكم اليوم اللي تكفي تقريبا قلنا 5 ولا 6 اشخاص، نجيبوا كاس تاع 220 مليلتر هذاك تاع وليد، ولا المغرف هذه نديروا 3 مغارف كبار معمرين، يعني معمرين قيس قيس، ولا نديروا نص كاس تاع مرمز. من بعد واش راح نديروا؟ راح نجيبوا الماء ونغسلوه. هنا المرمز لازم تغسليه مليح لانه فايت على 7000 حاجه، يعني فايت عند الناس اللي راح يخدموه والتراب وفي لومبالاج في الرحاي. الحاصل انت غسليه 2 غسلات ولا 3 بالماء مليح وصفيه مليح باش من بعد نقدروا نستعملوه. هنا قلت لكم تشيشه مرمز حنا عندنا هنا دير 40 في الكيلو، وكل واحد كيفاه. انا نخدمه وحدي، يعني قليل وين نشريه، ساعات نخدمه في الدار. نجيبوا الكاسونه تاعنا، ومن المستحسن انك ديري البرمه تاع الطين لانها تعطيك واحد الطعم ولا اروع. نديروا المرمز تاعنا، نديروا له لتر ونص تاع الماء، نحطوه يغلي على نار قليله ونحولوا هذيك الرغوه هذيك اللي تجي الفوق. هنا قسم يهز الغليه واحد 2 دقائق 3 تلقيه دار رغوه من فوق. الرغوه هذيك نحاولوا ان نحيوها كامله، من بعد نغطوا عليه ونخلوه حوالي 2 دقائق ولا 3 ما بين ما نقينا الخضره تاعنا. بالنسبه للخضره انا ندير الفلفل الاخضر اللي هو حار حار حار، يعني وباش تعرفي الفلفل الحار كي تقسميه تلقاي الفلفل الاول يابس وخضر وتلقى فيه داخل زريعه، هذا الفلفل راهو حار يشوي. وعندنا الخردل اللي هو اللفت اللي هو يعني الرئيسي في الوصفه تاعنا، وطماطم قد ما درتي كميه كبيره يعني يجيك بنينه. بالنسبه للثوم تقدري ديري 2 روس الى 3 روس، يعني كثري الثوم. هنا واش درت ما بين ما غلاوت ونقيس 2 دقائق رحت نقيت هذاك اللفت تاعي ولا الخردل تاعي وغسلته مليح وقسمته شرائح، يكون السمك تاعها تقريبا 1 سنتيمتر. من بعد راح نزيد لها نص ملعقه مش معمره بزاف، يعني مش نص ملعقه كبيره، يعني معمره بزاف نص ملعقه بس قل منها شويه تاع ملح. نغطي عليه ونخليه هنا نقوي له النار كي يهز الغليه نقص له النار ونخليهم يطيبوا تقريبا بين ربع ساعه ل 20 دقيقه يكونوا واجدين. بالنسبه للدرسه تاعي انا درت طماطم تاع الحب هذيك اللي شتيها سكرفجتها لهنا في هذه الخشينه، والثوم درتها في هذيك الرقيقه، درت الفلفل الكاوجه. هذا المكون اللي راح نحكوا عليه 2 مكونات انا نديرهم، هو هنا في لوطايا ما يديرهمش، هو دوا رقيق اللي هو راس الحانوت والزيت. بالنسبه لدوا رقيق كما راكم تشوفوا درت على راس المغرف، تعرفوا راس المغرف قسماش، يعني نص مغرف صغيره، ودرت مغرف وحده كبيره نتاع زيت الاكل العادي. هنا عندنا في بسكره ولا في لوطايه بصفه خاصه باش ما تقوليش في التعليقات انا ما نديروهاش، راس الحانوت ما يدارش في الشيشه والزيت، ولكن كي تعطي شويه قيس مغرف برك تاع زيت الاكل العادي على راس المغرف تاع راس الحانوت يعطيك واحد البنه هايله بزاف بزاف.
قلنا ندير واحد 20 دقيقه طيب معنا هذيك اللفت هذاك والمرمز تاعنا، نديرو الدرسه تاعنا هذيك ونحركوها باش نزيدو لها الماء. راح نزيد لها ليطره نتاع الماء. شوفوا هنا الطماطم تاع الصيف كيفاه جايه حمراء وتعطيك واحد اللون هكا، يعني حمر التيشه تاع مرمز، بلا ما تزيدي لها طماطم تاع الباط. حنا تيشه مرمز ما نديرولاش طماطم تاع الباط. في الشتاء تجيك شويه تشيني هكا مش حمراء بزاف، بصح في الصيف طماطم روحها حمراء. خليها طيب ونروحوا للعجين تاعنا. بعد ما درنا العجين هذاك في كيس بلاستيكي راح تلقايه الروح والتعجن. شوفوا كيفاه ما يديش معك وقت. انا درت لكم التسريع قيس ما عجنته 3 دقائق و14 ثانيه قد يعني. هنا نزيدوا الماء تدريجيا. قلنا لك كان درتيه في العجانه ديري بالمغرف الكبيره، مغرف وخليه تعجن شويه. كي تشوفي هذاك العجين دخل في الدقيق تاعك زيدي له بالمغرف حتى تشوفي العجين تاعك ماهوش يابس بزاف وماهوش طري. هنا تشي مرمز مش كيما المسمن، ما يجيش طريه بزاف. شوفوا كيفاه يجي شويه طري ويجي معجن وحده. وتكون دا معايا 3 دقائق قيس يعني ما تعجنش بزاف. واللي عنده العجانه تقدر ديرو، مع اني انا يعني عندي العجانه ولكن ما نستعملهاش. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد نعاود نلم العجين تاعي هذاك ونعدلو بالطريقه هذه ونحطو ونغطيه بكيس بلاستيكي ولا منديل نظيف ولا واش راح نخليه. مش راح نخليه يتعجن، راح نخليه يقيس ربع ساعه ولا 10 دقائق يركح شويه. يركح يعني باش من بعد كي نحب نلوزو ما يبداش يدير لي ديك التشققات وما تجيش التلويزه تاعي محرشفه، يعني حارشه تجي ملساء. جيبي بلون دو طرافاي تاعك، صينيه، طابله. انا صراحه نخدم في الطابله على الارض. وشنو هو كي نحب نصور ندير فوق البوطاجي. شوفوا العجين تاعي كيفاه طلق وشوفوا الشكل تاعو كيفاه جا املس. ندير تلويزات بالطريقه هذه. شوفي كيفاه نحكم نديرها بين صباعي نضغط عليها وما يكونوش تلويزات خشان بزاف وما يكونوش رقاق بزاف ولا كبار حسب الطاجين تاعك. انا الطاجين تاعي ولا كما يقولوا هنا في البطايات طاوه كبيره. ندير لها شويه تاع زيت نغطيها بكيس بلاستيكي قيس واحد 5 دقائق 10 دقائق يركح باش من بعد كي نبغى نفتحو ما يبداش يرجع لي العجين. هنا خلاص الشيشه تاعي طابت، دات معايا قيس ما عجنتها وقيش ما عجنت العجين ولوزته يعني واحد 10 دقائق. ندير لها شويه تاع كزبره ولا دبشه كيف يسميها، وكاين اللي يدير لها الكرافس. انا ما نديرلهاش كرافس، غير شويه تاع دبشه نحركها نطفي عليها النار ونغطيها الى وقت التقديم. من بعد نروحوا للعجين تاعنا اللي كان ولا التلويزات تاعنا اللي كانوا ركحوا. شوفوا كي تشوفي العجين ركح هنا راه يطلق يعني ما يقعدش ملوز، يطلق شويه روحو. نجيبوا شويه تاع زيت نديرو في طاوله العمل تاعنا ولا قلنا في الصينيه اللي عندها طابله تقعد في الارض وتخدم اريح لها. نجيبوا شويه تاع زيت نفتح هذيك العجين ندير بالزوج. شوفوا هنا يكون في الوسط ما نفتحش، نفتح غير في الحواف. ندير شويه زيت في النص ولا نطلي بها هذيك التلويزه اللي فتحتها كامله نحط فوقها يعني خدها ونبدا نفتح بها ونحط الزيت نقلبها على وجهها ونفتحها. ما زلت هنا نخدم باش نخدم فقط بالحواف باش من بعد كي نجي نهزها ما تجينيش رقيقه وفي النص تتكسر. يعني كي تجيك رقيقه من بعد كي طيبيها تجي تهزيها راهي تتكسر. شوف اش راح ندير. نجيب الطاجين تاعي ولا الطاوه تاعي كل واحد كيف يقول لها ندير لها شويه تاع زيت. من بعد نروح نجيب هذيك التلويزه تاعي اللي شفتوها نفتحها نحطها على يدي ونفتحها غير بشويه. شوفوا كي ترقيها راهي تجيك رقيقه بزاف وتتفتت لك. نحطها في الطاوه تاعي ولا الطاجين قلنا كل واحد كيف يسميها. من بعد نجيب الزيت ندير لها رشه نتاع زيت من فوق، غير من فوق خفيف برك، رشه خفيفه تاع زيت. ونرجع الزيت تاعي ومن بعد نروح نعسها طيب. هنا كي يطيب واش ندير؟ نخليها حتى تنشف ونشوفوها نشفت وتكون النار قليله. هي الاولى ديما راهي تعبك شويه يعني خاصك تعودي مبتدئه. ساعات تحرق لك ساعات تجيك عجين. المهم تدي معاك واحد 8 دقائق باش طيب لك 8 دقائق. نبدا نحرف فيها. شوفوا كيفاه دير هذوك المبولات. شفتوا هذاك الزيت اللي درناها بين العجين ولا التلويزه كامل راح تفتحوا لك. هنا بقاي حركي فيها ولا حرفيها كل وحده كيفاه تقول لها الحصول. حركيها في الطاجين حتى نشوفيها بلي طابت. راهي ما تطيبش بزاف وما تجيش حمراء، تجي غير طايبه كما نقولوا حنايا قيس ما تطيب وتنشف في النار. شوفوا كيفاه تجي. شفتوا كيفاه تجي طايبه وما تجيش محروقه باش ما يجيكمش ريحه الحريق في العجين تاعكم. زيدوا نديروا مع بعضنا وحده. شوفوا نجيبوا العجين تاعنا نديروا شويه تاع زيت نفتحوا العجين من الحواف فقط. نديروا الزيت في النص نحطوا فوقها خوتها نديروا الزيت نفتحوا الحواف. من بعد نروحوا للطاجين تاعنا نديروا له شويه تاع زيت يعني رشه خفيفه. نرجعوا نهزوا العجينه تاعنا ومن بعد نحطوها في الطاجين. واش نديروا لها؟ نزيدوا نديروا لها رشه نتاع زيت من فوق. هنا كي تحطيها في الطاجين حاولي انك تقلبي يديك باش ما تحرقكش. نديروا شويه تاع زيت في الطاجين من فوق
العجينه تاعنا من فوق، ومن بعد نخلوها حتى تنشف ونبداو نحرفوا فيها. شفتوا هذه تاع جيبي الزيت ودي زيت راهي طريقه تاع تقطيع تعبت فيها بزاف باش وصلت لكم يعني الفيديو كيما هكا، يعني ما درتهمش كان مع بعضهم، انا درت 3 ولا 4 تاع تلويزات عجنتهم وحدهم، و3 ولا 4 طيبتهم، ومن بعد وليت ندير في التقطيع ونحط كل وحده مع خوتها. المهم بعد ما نكملوا نطيبوا هاد العجين تاعنا ما يكونش المسمن تاعنا ما يكونش يعني طايب بزاف. شوفوا كفاه هذه طابت لي شويه بصح معليش يعني تافي بالغرض، المهم ما تكونش محروقه. نكملوا نطيبوا يعني المسمن تاعنا. انا هنا نطيبوا كامل، يعني نطيبوا كامل، بصح كل ما نطيب وحده ونحطها ما بين ما كملت الاخرى نفتتها. الفتات هنايا ما يكونش رقيق بزاف، شوفوا كفاه يكون، شفتوا هنايا ما يكونش رقيق، ديريه رقيق بزاف راهي من بعد كي تجي تسقيها راهي تعجن لك ما تقدريش تهزيها. يكون يعني قيس 2 صباع، شتو الطول والعرض تاع 2 صباع، هذاك هو القيس. نهزو التشيشه تاعنا بعد ما بردت المرقه تاعنا شويه، ونهزو نحطوا هذاك المسمن تاعنا في القصعه ونسقوه. شوفوا كيفاه جات الطماطم تاع الصيف، يعني ما شاء الله قول هو الله احد عليها، تجي حمراء الله الله. هي الطماطم تاع الشتاء اللي تجيك التشيشه تاعك شويه نقولوا احنا تشيني، تجيش حمراء بزاف. ديروا شويه تاع دبشه، نديروا شويه ولا كزبره كل واحد كيف يسميها، نديروا شويه تاع زيتون خضر وقارص، ونزيدوا لها بوفجوخ. انا هنا مازال ما طابش بوفجوخ تاعي ولا الفلفل، المهم وتكون واجده يعني بنه لا تقاوم. الفيديو تاع اليوم عباره على تشيشه مرمز صحراويه بدون اي تحريف بدون اي اضافات، وكما قلت لكم شويه راس الحانوت هذيك والزيت انا درتها، وتقدروا ديروها لان تعطيك واحد البنه ولا اروع. ما علينا، اذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ولو قليل يعني حاجه بسيطه برك، تحطوا لايك للفيديو، حطوا تعليق محفز لاني نقرا كل تعليقاتكم ونرجع لك كل تعليقاتكم. واي وصفه سواء بسكريه ولا يعني أي وصفة جزائرية حطوا لي فقط في التعليقات، إذا كنت نعرفها مش راح نبخلكم ونحط لكم الوصفة بدون تحريف وبدون أي إضافات. المهم نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال إعجابكم، إذا عجبكم لايك، إذا حبيتوا تشوفوا الوصفات القادمة اشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.